وفاق. أطروحة مهمة لأنها ترصد بنية التحول والامتداد في الشعر العربي المغربي. طبعا هذا الكتاب من الممكن وأنا أنتظر أنه سيخلق نقاشا، وأتمنى أن يخلق نقاشا في يعني في مجالنا وفي الخطاب النقدي المغربي عموما اليوم، لأن هذا العمل أظن أنه استغرق من حق سنوات من العمل، الاطلاع على كثير من النصوص الشعرية من مختلف التجارب على امتداد التسعينيات الثمانينيات السبعينيات والستينيات. هذه العودة إلى جذور القصيدة المغربية الحديثة وامتداداتها ومحاولة الوصول إلى سمات هذا التحول في القصيدة المغربية الحديثة يعطي لهذا الكتاب أهمية قصوى اليوم في مكتبتنا النقدية المغربية. كنا سعداء أن يقرأ هنا حق وفاق قصيدة من إحدى قصائده ضمن أحد ملتقيات الحروف. اليوم خلع قبعة الشاعر ووضع قبعة الناقد ويحضر معنا متوجا. مرحبا أولا أستاذ حق وفاق، وهنيئا لك بهذا الإصدار. في بعض الكلمات أنا أدرك أنه من الصعب أن تلخص يعني هذا الكتاب في كلمات قليلة، لكن دعنا نتقاسم معك بعض الأسئلة التي حاولت أن تصل إليها في هذا الكتاب القيم صراحة. مرحبا وسهلا. مساء الخير، سعيد جدا أن أتواجد بينكم بين أصدقائي الشعراء وأصدقائي النقاد. شكرا لدار الشعر مراكش الهيريتاج التي أصبحت مؤسسة ثقافية غنية عن كل تعريف. شكرا للناقد والمبدع السي عبد الحق الفاني على جميل عنايته بالشعراء الشباب والنقاد الشباب. سأتحدث باختصار حول هذا الكتاب الذي في عنوان بنيات التحول والامتداد في الشعر العربي المغربي. هذا الكتاب حقيقة هو مسار يعني دراسة مواكبة للمنجز الشعري المغربي فترة زمنية طويلة تبدأ من الثلاثينيات إلى ما يكتب اليوم في راهن الشعر المغربي من خلال المواكبة والقراءة، سواء قراءة المنجز النقدي الذي كتب حول هذا الشعر المغربي الحديث والمعاصر، وسواء المنجز الإبداعي المتراكم والغني الذي تعرفه الساحة الشعرية في المغرب. بنيات التحول والامتداد في الشعر المغربي دراسة نقدية تواكب المنجز الشعري المغربي الحديث والمعاصر إلى ما يكتب اليوم الحساسية الشعرية الجديدة في راهن الشعر المغربي. دراسة نقدية حاولت من خلالها أن أرصد أو أجيب على إشكالية هل هناك قطيعة بين ما كتب في الشعر المغربي قبل مرحلة الاستقلال وما كتب بعده، أم هناك استمرارية وأم هناك امتداد وتواصل بين الأصوات الشعرية. وحنا هنا في دار الشعر كنعرفوا حنا نقاد الشباب وشعراء الشباب، ولكن في نفس الوقت أحيانا تحضر معنا مقامات إبداعية في الشعر المغربي اللي هي بين قوسين جاوزت مرحلة الشباب. هذه إشكالية أيضا يجب عنها البحث. هذا الحضور الفيزيائي هو جواب على هذا التواصل والاستمرارية والامتداد. حتى يعني وأنا في هذه الدراسة النقدية وكلت مجموعة من الشعراء الدراسة، وجدت أن هناك شعراء كتبوا في العمودي وكتبوا في التفعيلي ولديهم تجارب في قصيدة النظر، ومنهم من جاوز ذلك إلى تجارب في الزجر أيضا. إذن هذا دليل امتداد ودليل استمرارية. بالإضافة إلى ذلك
الكتاب أو الدراسة النقدية تحاول أن تحدد ملامح منجز إبداعي جديد، ملامح قصيدة تكتب اليوم في رهن الشعر المغربي لها خصوصيتها، لها وجودها، ولها خصائصها الفنية وجماليتها الجديدة. تعلمون جيدا أن القصيدة هي كائن حي يتغير بما يحيط به من ظروف ومن سياقات. أكيد أن القصيدة كان لها نصيبها في هذه الفترة من الزمن وهي تنزع إلى ملامح جديدة. هناك قصائد أو دواوين شعرية تزين بلوحات تشكيلية، إذا هناك تجسيد بين التشكيل وبين الإبداع. هناك قصائد تنزع إلى التكتيف والتشبير، وهناك قصيدة استردادية، يعني مفهوم الحد بين السيرة الذاتية التي تنتمي إلى النثر وبين القصيدة التي تنتمي إلى جنس الإبداع الشعري. لن يعد هناك حد بين في ملامح القصيدة الجديدة. إذا هناك جماليات فنية جديدة تعكس هذه الخصوصية الفنية للقصيدة الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، سأكون مختصرا سابقا، بالإضافة إلى ذلك الدراسة النقدية تحاول أن تبحث فيها، تنطلق من إشكالية هل هناك امتداد أو قطيعة بين الشعر المغربي الحديث والشعر المغربي المعاصر الثورة من الشعر، ولكنها في نفس الوقت تنتبه إلى بعض ما قيل في الشعر وبعض ما نسب إليه. هل ما كتب في مرحلة الثلاثينيات في القصيدة المغربية هي قصيدة فقهية بلاغية كالأرجوزة في النحو أو البلاغة وغير ذلك. لذلك الخلص أن الشعر المغربي في تلك الفترة ليس شعر فقهاء، بل هي قصيدة كانت لها ملامحها. إضافة إلى ذلك الدراسة انتبهت إلى سؤال: هل الإبداع الشعري المغربي في فترة من الزمن كان صدى للقصيدة المشرقية؟ هذا سؤال يتهم الإبداع الشعري المغربي. صحيح أن المنتج الشعري المغربي الشعراء كان له تفاعل، ولا أقصد هناك تأثر، هناك تفاعل بين المنجز الذي كتب في المشرق وبين المنجز الشعري الإنجليزي، ولا أدل على ذلك قصيدة الأرضية باليود كيف تفاعل، لا تأثر، كيف تفاعل معها بدر شاكر السيد، لأن حقيقة كانت هناك خصوصية إبداعية، كان هناك وعي باستقطاب هذه الرؤية الشعرية الطارئة أو الدخيلة على القصيدة المغربية، لكن كانت هناك خصوصية وكان هناك تفرد في المواضيع وفي السياقات وفي الرؤى في الشعر المغربي. في القصيدة بعد الستينيات، يعني وتحدث هنا عن القصيدة التفعيلية، هناك دراسات كانت تنظر إلى جيل السبعينات، جيل الثمانينات، جيل التسعينات إلى غير ذلك. الدراسة تنتبه إلى أن هذا المفهوم الجيل أصبح الآن مفهوم قاصر نوعا ما، لأن هذا الشاعر الذي يكتب الآن في جيل السبعينات هل ستنتهي صلاحيته في جيل الثمانينات؟ إذا الخلاصة أن هناك مواضيع ورؤى بالألف، رؤى أو رؤية بالألف، رؤية شعرية خاصة بالمنجز الشعري المغربي. هناك انتباه إلى مواضيع القصيدة المعاصرة، هناك انتباه إلى اليوم، مواضيع التشطي، مواضيع الانشطار. ليست هناك نسخة طبق الأصل للقصيدة المشرقية أو القصيدة الغربية أو ذلك، وإنما هناك تفاعل وهناك رؤية شعرية مغربية وهناك ملامح إبداعية وجماليات فنية جديدة لهذه القصيدة المعاصرة التي تكتب في رهن الشعر المغربي اليوم. لأن ليس الشعر ينظر إليه فقط من زاوية أنه كلام موزون مقفى لا على معنى، هذا جانب مما يصنع الشعرية. هناك جوانب أخرى تهم الصور، تهم الإنزياحات، تهم التفاعل مع رموز، مع الأساطير، مع القيم. والآن معنا القصيدة يعني تتفاعل مع الرمز الأسطوري ديال الشهرزاد إلى ذلك. إذن هناك ملامح إبداعية جديدة للقصيدة المغربية المعاصرة التي لا تنقطع ولا تعلن القطيعة ولا تنفصل عن القصيدة التي كتبت يعني في المرحلة ما قبل الاستقلال أو قبل الستينيات، القصيدة التفعيلية. هذه جملة من الخلاصات التي انتهت إليها هذه الدراسة
النقديه. واختم وشكرا على الاستماع، والشكر مجددا للسلام.